هلا ويابا، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم رجعت لكم بمقطع جديد. اليوم حبيت احكي على موضوع كلش هواي يتكرر عليه، اللي هو الطلاب يقولون شلون ممكن اوازن بين دراستي باليوتيوب ودراستي بوقت المدرسة. زين، هل المواد اللي انا قريتها باليوتيوب بوقت العطلة اكملها بوقت الدوام لو ابدي من جديد؟ راح اجاوب على كل ذني الاسئلة بالفيديو هذا. طبعا راح اجاوبكم على هذا السؤال اللي هو انا اريدك تفكر انه انت بالعطله كنت تقرا 7 مواد، بوقت الدوام عندك 7 مواد. تخيل بوقت الدوام يصير عندك 7 مدرسه و7 يوتيوب، عندك 14 ماده. ايش راح تلحق؟ ما راح تلحق اي شيء. فالاحسن انه تبدي من الصفر بوقت الدوام. زين، انا شلون اوازن بين اليوتيوب والدوام واعيد المحاضرات من جديد؟ راح افهمك شلون باحسن طريقه، حتى شنو يا ماده عندك ما ضابطها او تريد تضبطها بعد، فقط حاول تطبق هاي الطريقه حتى تضمن اعلى درجه ممكن. اول ما تيجي تقعد الصبح راح تقعد الساعه بالسبعة، شيء طبيعي، انت تداوم مدرسه حكوميه او اهليه راح تقعد الساعه بالسبعة. الساعه بالسبعة لحد الساعه بالواحدة انت راجع من المدرسه، تمام. اخذت راحتك ساعه، وصلت الساعه بالثنتين. من الثنتين للأربعة أو للخمسة هنا عندك ايش قد؟ تقريبا 3 ساعات. هاي 3 ساعات شو تسوي؟ تقعد تراجع بيها المادة اللي أخذتها بالمدرسة، تمام؟ عندك 3 ساعات تراجع بيها المادة اللي أخذتها بالمدرسة. بنص هاي 3 ساعات عندك نص ساعة استراحة، شوف شلون راح تتصرف بيها. خلصت هاي 3 ساعات وصلنا للساعة 5، وبعدين عندك من الساعة 5 لحد الساعة 8 تقريبا عندك 3 ساعات ثانية انه تاخذ بيها راحتك، تفطر، تطلع، تاكل، تصلي، اي شيء تسويه خلال هاي 3 ساعات اخذ راحتك. يعني مو حرام انه طالب السادس يرتاح يتونس يسوي اي شيء. ورا هاي 3 ساعات وصلنا الساعة 8، من ال8 لحد الساعة 12 تجي تقرا المواد اللي راح تاخذها باكر. انت تعرف الجدول مالتك، تعرف شو المواد اللي راح تاخذها وين واصل بالمواد. تدري شنو؟ تفتح اليوتيوب، تروح مثلا الاحياء، تروح على محاضرتي، محاضرة المادة الفلانية، تمام، تشوف المحاضرة كاملة. حتى شنو المدرس باليوم الثاني من يجي يحكي لك شيء او يسألك فد سؤال انت اوريدي تعرف، لان انت فاهم الموضوع كامل، لان انت شايفه على اليوتيوب. ولا احد يقول لي ماكو دروس على اليوتيوب، كل المواد اكو عليها دروس على اليوتيوب، فقط دور على المدرس اللي تفهم عليه. وبالمناسبة اللي ما يعرف انه انا عندي قناة ثانية انشر بيها شرح المادة الاحياء للصف السادس الاعدادي. عن قريب ان شاء الله المنهج كله يكمل على اليوتيوب، تقدر تشوفه بشكل مجاني وببلاش. اذا افتهمت عليه كمل، واذا ما افتهمت عليه روح على غير مدرس تفهم عليه بشكل كامل. زين، يجوز يجي سؤال ببالك وتقول انه انا ليش اقرا المادة على اليوتيوب وانا اوريدي راح اخذها بالدوام وانا كل مرة راح استفاد من عندها، فكافي مرة واحدة. المادة من تعيدها مرتين مو نفس اللي تعيدها مرة واحدة. راح تقول لي كاظم انه انا راح اتعب اقرا باليوم مرتين، فاني ما يحتاج اقرا واتعب نفسي كل هذا التعب. ليش؟ يعني ليش تعب نفسك؟ وراح تسألني سؤال انه انا ايش راح استفاد من هذا الشيء؟ انا راح احكي لك. راح تقرا اول مرة المادة باليوتيوب، راح تضبطها على مدرسين معينين انت تفهم عليهم. من تفهم على المادة باليوتيوب، انه باليوم الثاني من تجي تاخذها بالمدرسة يعيد لك اياها المدرس، حتى لو مو كلش تفهم عليه انت الشرح مال اليوتيوب بعد باقي بذهنك. فشنو، انا عدت الماده مره مرتين، والمره الثالثه من رجعت من الدوام، فهنا أنا شنو، انت عدت الماده 3 مرات. هنا أنا الموضوع صار ايزي، كلش سهل. يعني انت عدت الماده 3 مرات، انت متخيل؟ يعني حتى اللي كان قاري بالعطله قاري مره واحده وقرا بوقت الدوام، هاي 2 انت قريتها هنا 3 مرات. جاي ملاحظ الفرق انه من تقرا الماده 3 مرات شلون راح تترسخ بمخك بعد ما راح تنساها. وهنا نضمن احنا ايش حصلنا 3 ساعات العصر و4 بالليل. هنا أنا عندي 7 ساعات. انت متخيل انت بفتره الدوام تقرا 7 ساعات؟ حتى لو ما صارت 7 صارت 6 ساعات كلش كافيه. ولا حد يقول لي اني اكو ابن خالتي وابن عمتي ده يقرا 10 ساعات ل 15 ساعه. ايش وقت ينام؟ زين، لان انت ما تعرف انه ابن عمك من قاعد بالبيت 15 ساعه هو ده يقرا له لا، انت ما راح تعرفه. ماكو احد راح يقول لك انه انا ما جاي اقرا. طبعا انا احب اوضح نقطه، انه من الساعه 8 لحد الساعه 12 هذا الوقت من راح تقرا بيه على اليوتيوب، لا تقرا بيه المواد كامل. يعني هسه مثلا انت تشوف انه الاسلاميه ما يحتاج اقراها على اليوتيوب، لا تقراها. تشوف مثلا انه الادب ما يحتاج اقراها على اليوتيوب، ما اقراها. او تشوف انه انت انجليزيتك قويه ما يحتاج اقراها على اليوتيوب، لا تقراها. المواد اللي تشوف انه انت تحتاج تقراها على اليوتيوب اقراها على اليوتيوب. ليش؟ حتى شنو، لا يصير ضغط عليك كلش كبير. طبعا لهنا انا وصل لنهايه المقطع. احب اوضح شغله، انه اني كل الحكي اللي جاي اقوله انه هي عباره عن نصائح او افكار انه اني مجربها واستفاديت من عندها. ممكن هاي النصائح تقدر تطبقها، او ممكن هاي النصائح ما تقدر تطبقها، فلا تاخذها على روحك اذا انت ما قدرت تطبق هذا الشيء. ليش؟ لان هاي عباره عن نصائح، وكلنا نعرف مشكله النصائح انه هي ممكن تطبق على 80% من البشر او 70%، بس 30% الباقيين ما يقدرون يطبقون هذا النظام. فكلش اعتيادي اذا انت ما قدرت تطبق هذا النظام، لان كل اللي جاي احكيه عباره عن نصائح.
اكو فرق بين النصائح والاوامر. اتمنى استفدتوا من الفيديو يا ربي. بس فما الله.